اكتر كابوس ممكن يواجهك وانت ماشي على الطريق لو انت مالك سياره كهربائيه او سياره بنزين هو انك فرده الكاوتش بتاعتك تتخرم. تعال اقول لك في اقل من دقيقه ازاي تلحم فرده الكاوتش بتاعتك وتمشي في امان لحد ما توصل للمكان بتاعك. يلا بينا. ده منفاخ بينزل معاك سواء في العربيه بتاعتك البنزين او الكهرباء. مع المنفاخ ده ماده او فوم سائل. الفوم ده لازمته ايه وبتستعمله ازاي وازاي تلحم فرده الكاوتش بتاعتك؟ تعالى معايا. اول حاجه ماده الفوم دي بيبقى فيه في المنفاخ المجهز مع السيارات مكان بتحط ماده الفوم فيه. بعد كده بتوصل البوز الاصفر ده بتوصله في ماده الفوم، وبعد كده بتوصل الكمبرسور بتاعك على اي مخرج كهرباء. بعد كده بتخرج الخرطوم اللي خارج من الكمبرسور وتحطه في فرد الكاوتش بتاعتك وتظبط المقاس بتاعك على 30 35 ايا كان نوع العربيه. المهم في الموضوع ده ان بوز الماده اللي هي بتاعت اللحام يكون البوز بتاعها لتحت علشان تخرج السائل مع الضغط عليها. تعال بقول لك على حاجه اخيره مهمه. ضروري جدا بعد ما تلحم فرده الكاوتش بالفوم، ضروري اول ما توصل للمكان اللي انت رايحه تفك فرده الكاوتش وتلحمها لحام بقى مكوى اي حاجه انت بتستخدمها. واهم حاجه ما تعديش سرعه 80 كيلو في الساعه. ضروري جدا يكون معاك منفاخ للعربيه، وضروري جدا يكون معاك السائل ده مهم لو انت بتسافر. السائل ده بيتباع عند اي حد بتاع اكسسوارات. لو عايز تعرف اكتر عن عربيات الكهرباء اعمل لي فولو. سلام.